ازيكم يا شباب؟ النهاردة معانا فيلم هيفتح نفسك على الصيف وهيقفلها على طول. فيلم اسمه شارك آيلاند أو جزيرة القرش، نازل 2024. فكرة الفيلم على ورق كانت نار بصراحة. تعال بقى فكر معايا شوية. بنات موديلز شبه القمر رايحين جزيرة استوائية في تايلاند عشان يتصوروا بقلادة مشهورة تمنها يتعدى 10 مليون دولار. فجأة يكتشفوا إن في الجزيرة في قاتل متسلسل بيقتل فيهم واحد ورا التاني، وأي محاولة هروب من الجزيرة لازم تكون عن طريق البحر اللي هو أصلاً مليان أسماك قرش جعانة. تخيل معايا المزيج ده، جمال زائد قرش زائد قاتل مجنون زائد جزيرة نائية. أكيد النتيجة هتبقى فيلم أكشن ورعب جامد فشخ، صح؟ للأسف الشديد الفيلم ده زي الأكل اللي شكله تحفة في المنيو، ولما يجيلك تكتشف إنه سخن في الميكروويف ومش باين. النتيجة النهائية كانت إحباط ونقد لاذع من أغلب اللي اتفرجوا عليه، وحصل على تقييم 2.8 على موقع IMDb. طب إيه اللي حصل بالظبط؟ ومين اللي مات ومين اللي عاش؟ وهل القرش كان هو الوحش ولا كان في وحوش بني آدمين أخطر؟ في الفيديو ده هحكي لكم الفيلم كامل من البداية للنهاية. هحرق لكم الأحداث حرق، وهقول لكم مين القاتل الحقيقي وإيه قصة الراجل المجنون اللي في الجزيرة. عشان كده لو مستعد تسمع قصة فيها خيانة، جريمة، موت وسمك قرش بيظهر بالكرتون، يلا بينا نبدأ الرحلة. على الجزيرة الرئيسية بيبدأ التصوير. البنات لابسين مايوهات فاخرة وأشكالهم تحفة قدام الكاميرا. المصور أنطون بيصور من كل زاوية، والكل مركز على القلادة اللي بتلمع في الشمس. بس زاك حارس الأمن مش مرتاح خالص، حاسس إن في حاجة غلط. وفجأة الكارثة اللي الكل كان خايف منها تحصل. القلادة بتختفي، الكل بيصدم. زاك بقى تحت ضغط رهيب وبيبدأ يحقق مع الكل. أسئلة كثيرة تتردد: مين سرقها؟ إزاي حد قدر ياخدها ومحدش شافه؟ التوتر بيزيد، الناس بدأت تشك في بعضها. أنطون المصور بقى تحت المجهر، وبريت الغواص متعصب، والبنات خايفات. المشاهد دي بتستمر فترة طويلة من الحوارات الكثيرة اللي النقاد وصفوها إنها مملة وطويلة. فجأة بنكتشف إن في حد مات. أول جثة تظهر على الشط طافية على وش المية. مين؟ مش واضح قوي في الأول، بس المهم إن طريقة القتل مش من سمكة قرش، لأ، بسكين. هنا بنفهم إن الوحش الحقيقي مش في المية لكن على الأرض. الفيلم بيحاول يكون غامض. بنلاقي لقطة لفرد من العصابة اللي ضربت تشارلي ظهر فجأة في الجزيرة. طلع إن العصابة دي عايزة القلادة، وأنطون المصور هو اللي كان متعاون معاهم من الأول عشان يسرقوها ويقسموا ثمنها. أنطون هو اللي خطط للسرقة، وأول جريمة قتل كانت عشان يغطي عليها. العصابة بقى هم اللي بدأوا يقتلوا في البنات عشان محدش يكشفهم. والمشاهد بتتوالى. واحدة من البنات بتنزل المية، ولما بتغوص شوية بنشوف زعنفة قرش بتظهر من بعيد، وفي اللقطة اللي بعديها بنلاقي دم في المية والبنات بيصرخوا. الفيلم هنا بيستخدم لقطات أرشيفية لأسماك قرش حقيقية عشان يبين هجوم القروش، لكن المشاهد نفسها مش واضحة ومش بنشوف القرش بيهاجم، بنشوف النتيجة بس. بطريقة غريبة بنلاقي ضحية تانية بتموت بسبب الزائدة الدودية. فعلا بنت في نص الجزيرة مفيش دكتور وبتتعذب وتموت. الفيلم هنا بيحاول يوريك إن الموت جاي من كل اتجاه، بس التنفيذ بايخ. وفي لقطة صادمة بنشوف جولييت البطلة وهي بتتعرض لهجوم، مش من القرش، من القاتل البشري. زاك بيحاول إنقاذها لكن للأسف مش قادر. جولييت بتموت والفيلم بيخسر البطلة اللي الناس كانت متعاطفة معاها. معظم الناس ماتت. زاك حارس الأمن بقى لوحده مع 3 ناجين، منهم ناديا ودينا، وعايز يخرجهم من الجزيرة. بس في مشكلة، العصابة لسه موجودة وبيحاولوا يسرقوا القلادة. المواجهة النهائية بتحصل على الشاطئ. زاك بيواجه المجرمين، وفي نفس الوقت أنطون المصور بينكشف قدام الكل إنه هو الخائن والعقل المدبر للسرقة. يبدأ زاك يضرب في المجرمين ويقتلهم واحد ورا التاني، وفجأة من وسط الغابة يظهر تشارلي اللي كان مختبي طول الوقت. بيطلع مش عشان ينقذهم، لا، تشارلي بسبب الPTSD بقى عنده هلاوس، وشاف إن كل اللي في الجزيرة دول مجرمين، فيبدأ يهاجم زاك والناجين هو كمان.
يتحول المشهد لمعركة ثلاثية، زاك والناجين ضد المجرمين وضد تشارلي المجنون. مشهد فوضوي، تصويبات كتير وموت. في النهاية زاك بيقدر يقتل المجرمين، تشارلي كمان بينتهي على إيد زاك أو بيموت بطريقة مأساوية. بعد ما الهدوء يخيم على الجزيرة، مين اللي طلع عايش؟ زاك بطل الفيلم، رغم إنه النقاد قالوا إنه كان الشخصية الأكثر إزعاجاً، ناديا الموديل الروسية، ودينا المساعدة المحلية. القلادة بقى، القلادة اللي كانت سبب كل المشاكل دي في وسط العراق بتضيع، مش واضح مين أخذها، بس في مشهد قصير بنشوفها واقعة في المية أو سمكة قرش بتاخدها معاها. النهاية غامضة، زاك وناديا ودينا واقفين على الشاطئ مش عارفين يعملوا إيه، أسماك القرش لسه حواليها، هل في حد هيجي لهم ينقذهم؟ هل هيموتوا من العطش؟ الفيلم مش بيجاوب، مجرد مشهد للبحر والعناوين بتظهر. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلم شارك آيلاند. الفيلم مدته حوالي 81 دقيقة بس، لكن مع كمية الحوارات المملة حاسس إنك قاعد 3 ساعات. الصراحة الفيلم ده مثال كلاسيكي للفيلم اللي بيعتمد على البوستر الجذاب عشان يشدك، ولما تدخل تكتشف إن المحتوى فاضي. الميزة الوحيدة اللي محدش يقدر ينكرها هي جمال التصوير والمناظر الطبيعية في تايلاند. شكلها خلاب، وممكن تعمل سكرين شوت في أي لحظة وتحطها خلفية. كمان المايوهات اللي البنات لابسينها والبنات نفسهم شبه القمر، فمفيش كلام في الجمال ده. لكن بقى كل حاجة تانية في الفيلم مخيبة للآمال. التمثيل، أغلب النقاد وصفوه بالضعف أو المتوسط جدا، وبعض الممثلين كانوا خشب زي الخشب. القروش، أكتر حاجة ناس كتير زعلانة منها. القروش بالكاد ظهرت، وظهورها كان بلقطات أرشيفية، يعني لو جاي عشان تشوف فيلم قروش هتطلع زعلان. دلوقتي بقى عايز رأيكم بصراحة، انتوا رأيكم ايه في الأفلام اللي بتديك بوستر مشوق وتطلع قصة تانية خالص؟ حصل معاكم كده قبل كده مع فيلم معين؟ اكتبولي اسم الفيلم في الكومنتات عشان نحذر بعض، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم المحتوى، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجريمة والرعب الجاية. ده كان كرتونة فشار معاكم في ملخص فيلم شارك آيلاند. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.